لانسر بومة 2008 خليجي. السيارة لسه مع المالك زي ما احنا شايفين كده، ارقامها ونمرها موجودة عليها رأس الخيمة. السيارة موجودة في الامارات، معروضة للبيع ب 155 ألف جنيه لحد المينا. تستلمها في مينا السويس إن شاء الله، شاملة التكاليف وشاملة الإجراءات، شاملة التكاليف وشاملة الإجراءات من الإمارات مع الشحن. إن شاء الله تستلمها في ميناء السويس ب 155 ألف جنيه يا جماعة. سعرها كويسة جدا، كاوتش جديد، جنوط سبور. طبعا فيها جنوط زي ما احنا شايفين، فيها كاوتش جديد، تكييف ممتاز جدا جدا، عفشة جديدة، فرامل جديدة. نشوف السيارة من جوه عاملة إيه. ده شكل السيارة من جوه. طبعا ازاز كهرباء كامل وسنتر تحكم ازاز، كمان مرايات كهرباء. تكييف السيارة ممتاز جدا جدا. الطابلو بتاع السيارة لسه بحالة الزيرو زي ما احنا شايفين كده. فتحات التكييف والريش كل حاجة سليمة، مفيش حاجة مكسورة عندي الحمد لله. ده شكل الصالون من جوه، ده شكل السيارة. سيارة جميلة لسه مستخدمة لحد النهاردة مع صاحب السيارة، ده اللي متعودين عليه وده اللي احنا بنتكلم فيه وبنشتغل عليه، ان احنا نجيب السيارة من صاحبها اللي لسه بيستعملها لحد دلوقتي. كمان ده شكل الباب الخلفي وشكل الكنبة الخلفية والصالون الخلفي للسيارة. سيارة يا جماعة 1300 سي سي خليجي، سيارة بحالة ممتازة والله ما شاء الله. 2008 بالحالة دي، تكييفها 2023. وده الباب الخلفي ناحيه اليمين، وده الصالون من جوه الناحيه الثانيه. زي ما قلت كده، تكييف السياره دي تحس ان هو ما شاء الله تكييف سياره 2023. عفشه ممتازه جدا جدا، عجل جديد، وطبعا فرامل جديده، 4 ازاز كهرباء. ده طبعا الشكل النهائي للسياره. ده شكل الطابلو من الناحيه الثانيه زي ما احنا شايفين كده، كل حاجه بحالتها. ده الشغل اللي بندور عليه وبنشتغل عليه ما شاء الله، علشان ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. ده طبعا الشكل النهائي للسياره اللي اتفرجنا عليها يا جماعه. لانسر 2008 لون ابيض. سياره فيها طقم كاوتش جديد، فيها جنوط سبور، فيها ازاز كهرباء كامل، وفيها تحكم في الازاز، في تيس اوتوماتيك. طبعا حالتها ممتازه، تكييفها ثلاجه زي ما قلنا. ده شكل السياره اللي اتفرجنا عليها. ان شاء الله اللي حابب يتواصل على السياره ويتعاقد عليها متاحه ان شاء الله، يتواصل على رقم، ان شاء الله يتواصل على رقم التليفون موجود في وصف الفيديو، او صفحة ميت غمر جروب لاستيراد السيارات على الفيسبوك. إن شاء الله تكون من نصيب أحد المتابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.